ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد بالفريق الملكي منذ وقت مبكر. علاقة بدأت عندما كان صغيرا يشجع فريق المدينة التي ولد فيها قبل أن يصبح لاعبا يدافع عن ألوان الريال. يعتبر ناتشو فرنانديز اللاعب الذي قضى أطول فترة مع ريال مدريد. ولد ونشأ في العاصمة الإسبانية وكرس حياته للنادي الذي انضم إليه في 11 من عمره عام 2001. أنا من مدريد وكل أفراد عائلتي يشجعون الريال، وبالتالي لطالما كنت مشجعا لهذا النادي. والدي غرس في وفي أخي حب النادي منذ الصغر، أشجعه منذ ذلك الحين. سجل المدافع متنوع المواهب والبالغ 27 عاما أكثر من 100 ظهور مع لوس بلانكوس، وحقق معه 8 ألقاب منذ التحاقه بالفريق الأول عام 2011. كمدافع كنت معجبا بفرناندو هيرو وبعده فابيو كانافارو، ثم أعجبت بسيرخيو راموس الذي كان مثلي الأعلى في مرحلة لاحقة. أعتقد أن الإعجاب ينمو باللاعبين الذين تألقوا في نفس مركزك، ولحسن حظي أنني تتلمذت على يد معلمين رائعين. يواصل ناتشو الذي توج مع الفريق بلقب دوري الأبطال مرتين تألقه في أقوى المسابقات الكروية على الرغم من تعايشه مع مرض السكري منذ 12 من عمره. أذكر حين ذهبت إلى المستشفى حيث أخبرني طبيب بأن مسيرتي الكروية انتهت وأنني لن أتمكن من اللعب مجددا، لكنني قابلت الطبيب راميريز بعد 3 أيام وأصبح طبيبي الخاص وقال لي العكس تماما، وبأن مسيرتي الكروية لم تنتهي بعد، وبأن استمراري إلزامي في الحقيقة، لأن ممارسة الرياضة في حالتي ضروري للغاية، وذلك اليوم بدأت حياتي من جديد. ناتشو يواصل مسيرته أملا أن يسهم في إضافة النجمة 12 للفريق الملكي في دوري الأبطال وحصد لقب شخصي ثالث في أمجد المسابقات الأوروبية.